السلام عليكم. وفات القمة ليفربول وتشيلسي الانجليزي. بصراحة كي تشوف يا خويا مباريات كيما هكايا لازمهم يحبسونا هاك البطولة التونسية والقرف اللي كنا نشوفوا فيها. بصراحة ريتم مش نورمال، ريتم عالي برشا. حتى لو كنت تشجع في ليفربول، لكن تشيلسي اليوم كيفاش ظهر بوجه مخالف مع بوكيتشينو، تحس اللي بصراحة هذه الكرة الصحيحة اللي يلعبوا فيها، واحنا رانا مازلنا بعاد بسنين ضوئية. على كل ليفربول وجماهير ليفربول اليوم لازمها تخرج وتكون سعيدة بالتعادل أمام تشيلسي، نظرا للمقابلة السيئة اللي قدمها يورجن كلوب تكتيكيا والتفوق التام لبوكيتشينو في المقابلة متاع اليوم. لكن يا جماعة أول حاجة اضغط لك اللايك صديقي، سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات خاطر مستحقين برشا الدعم نتاعكم. وهات نبداو نحكيو شوية على آخر حاجة تقريبا صارت في المقابلة، واللي هي التعامل متاع لقطة محمد صلاح عند الخروج متاعو. نحب نعطي رأي في النقطة ذي، لكن هو رأي يمثلني شخصيا وحدي، وذاك علاش نحب نسمع في التعليقات شنو رايكم في تصرف محمد صلاح عند الخروج متاعو. لذلك يا جماعه بالنسبه لي هو محمد صلاح في المقابله متاع اليوم ما كانش من بين احسن لاعبين، لانه بالنسبه لي احسن ثلاثه لاعبين في المقابله اللي هما فيرجيل فان دايك وكوناتي خاصة واليسون. باش تفهم لهنا شنو عانى ليفربول دفاعيا في المقابلة متاع اليوم. اوكي متفقين انه محمد صلاح ما كانش من بين الاحسن، لكن خطأ كبير بالنسبة لي انه يورجن كلوب يخرجه خاصة في الدقائق هذوك. كان ينجم يخليه الاكثر فترة ممكنة في الميدان، لانه نعرفوا الوزن متاع اللاعب هذا ينجم يبلوكي لك اللي يلعب غادي اللي هو وقتها الشلوال او على ما اظن لاعب اخر. يعني لهنا الوزن متاع محمد صلاح هو اللي لازم يخلي يورجن كلوب يعتمد عليه كأكثر دقائق بالنسبة لي، لكن هو تصرف غير مسموح من اي لاعب في ليفربول اي كان سوى محمد صلاح او غيره. يا جماعه انا متفاهمين في النقطه متاع محمد صلاح، وبالنسبه لي من بين احسن اللاعبين اللي مروا في تاريخ النادي، وذلك كله متفاهمين ونعرفوا قيمه محمد صلاح في الفريق وكيف اللي هو من بين احسن اللاعبين، واللي في وقت من الاوقات كان هازز ليفربول بالاهداف متاعو وكل شيء. لكن بالنسبه لي في ايكيبا كبيره كما ليفربول لازمك تحط انضباط تام. اي لاعب مهما كان السبب، حتى كان المدرب اخطا يخطئ اللاعب لازم يتعاقبه، وهذا اللي لازم يصير في لقطة محمد صلاح اليوم. لكن نحاولوا ما نكبروش برشا. اوكي صارت اللقطة وسي بون، غلط بالنسبة لي محمد صلاح، غلط كيف يورجن كلوب في التعامل متاعه مع المقابلة الكل. ولهناك نرجع نحكيو يا جماعة شوية على المقابلة. يظهر لي اول مقابلة الحمد لله جات في اول مقابلة انه تفهم اللي ليفربول لازم لاعب رقم 6. كان ما يجيبش لاعب رقم 6 وما يعتمدش على اللاعب رقم 6 اللي هنا نحكيو على زوز لاعبين متاحين حاليا في السوق اليوم، لافيا والا كايسيدو، راهو باش يعاني برشا خاصة امام الفرق الكبيرة. نشوفوا التطور الكبير لفريق تشيلسي، كيف ارسنال، مانشستر يونايتد، توتنهام، حتى برايتون الانجليزي، نيوكاسل وعديد الاسماء في البريمير ليج. يعني المنافسة باش تولي اصعب واصعب واصعب واكثر. يعني ليفربول من غير لاعب رقم 6 راهو ما ينجمش يوصل لبعيد، عادي جدا انه حتى دوري المؤتمرات العام القادم ما يترشحلوش. لكن ديما صحيح ليفربول يبدا قوي برشا على الميدان وامام الفرق ضعيفه، لكن في المقابلات الكبيره صديقي رانا باش نعانيو برشا. وذا اللي شفناه اليوم بصراحه. واحد كيما ماكاليستير كي تلعبوا في المركز رقم 6 ما ينجمش يعطيك البلوس يا خويا. اون بلوس اهم حاجه بالنسبه لي انك تفقد الوظائف الاصليه نتاعو اللي هي في المسانده الهجوميه، كيف اللاعب زاد اللي يعطي لك التمريرات المفتاحيه. لهنا كي ولا اللاعب رقم 6 ما عادش ينجم يكون اكثر افيكاس في الثلث الاخير باش يعطي التمريرات اللي باش تكسر لك الخطوط، الانصاف، المساحات وكيف. اليوم شفنا زاد جاكبو اللي تحرك صحيح بشكل جيد، لكن ماهوش جاكبو اللي كيف زاد ما لعبش في المركز نتاعو، ما نجمش يعطيك البلوس. تحس اللاعب ما ينجمش يكون يتوظف في المركز هذاك. كيف زاد فما عديد الاسماء ونقاط للمراجعه. نحكيو على داروين نونيز اللي كل ما يدخل ما يعطيش البلوس جمله. واهم حاجه اللي هي التغطيه الدفاعيه من جهه ارنولد. هنا بصراحه يورجن كلوب التوا يعاني من المشكله ذي، ونظن امام فرق اخرين باش يزيد يعاني اكثر. اليوم كيفاش تشوف الاسباس اللي يتحرك فيه الشلوال وشنو يعمل مع ترينت الكسندر ارنولد، تفهم اللي يورجن كلوب لازمو سي بون
يحط مخه مع خلق منظومة دفاعية اللي باش تغطي أكثر على ترينت ألكسندر أرنولد. اليوم نسأل روحي يا جماعة سؤال واحد فقط، لو ما كانش كوناتي اليوم في نهار، ولو ما عناش كوناتي، لو عنا ماتيب، بصراحة كنا نشوفوا كارثة كبيرة في خط دفاع ليفربول. لكن على العموم كما حكينا هما التألق متاع كوناتي، التألق متاع فيرجيل فان دايك، التألق زاد متاع أليسون اللي بصراحة في الواحد على واحد في الاخر ديما يبقى من احسن الحراس بالنسبة لي في التصديات النهائية كي يخرج اللاعب براسه وراس الجول. بصراحة أليسون اليوم منع ليفربول من زوز بونتو محقين. لكن كي نرجعوا نحكيو شويه على تشيلسي بوكيتينو سواء في العمليات في التنظيم الدفاعي وسط الميدان، كيفاش متفاهمين، كيفاش يخرجوا وعنده اللاعبين اللي تعطيك الباسات اللي تكسر الخطوط، كيف زاد متواجدين في انصاف المساحات اللي يعطيو اكثر عمق هجومي كبير لفريق تشيلسي، وخاصه الانسجام الكبير ما بين تشيلويل وما بين ريس جيمس على الاطراف. بصراحه الزوز لاعبين هذوما باش يكونوا اثناء من بين نقاط قوه تشيلسي سواء في الدوري او في الدوري او في الكؤوس اللي باش يلعب فيها. وزاد فما عامل مهم انه تشيلسي العام هذايا ماهوش باش يلعب حتى مسابقه اوروبيه، يعني باش يكون تقريبا جاهز جدا بدنيا للمقابلات الكبيره اللي باش يلعبهم في البريمير ليج. وبصراحه المقابله نتاع اليوم زاد ورات اللي تشيلسي بوكيتينو سي بون من بين مقابله فقط، يعني تعطيك انطباع اللي تشيلسي اليوم راهو جاي باش ينافس على الدوري الانجليزي الممتاز، او على الاقل باش يكون من بين الفرق اللي باش تنافس بجديه كبيره على التوب فور من الدوري الانجليزي الممتاز. هكا نكونوا يا جماعه حكينا على المقابله بصفه عامه. اللي نستنتجوا من المقابله اللي ليفربول اليوم قبل غدوه لازم يكلم كايسيدو، لازم يكلم لافيا، لازم يحسم اي صفقه للاعب رقم 6، لانه بالنسبه لي ما تنجمش تواصل تلعب في اي جمعيه في العالم لازمك اللاعب هذاك. بصراحه حتى لو كان فابينو العام الفارط ما كانش في الفورمه نتاعو، لكن كان من المفروض انه يكمل فابينو حتى ليفربول يصحح مع لاعب اخر. هذه غلطه اخرى من الاداره اللي تمشي اكثر للحلول الهجوميه وماهيش مخمه جمله في لاعب الارتكاز والا حتى التعويض لترينت الكسندر ارنولد اللي باش يكون في المركز نتاعو، وقت اللي ليفربول باش يحتاج اكثر للشكل الدفاعي باش يسكر في المقابلات الكبيره، لانه الشيء بصراحه ولا يخاف. على العموم كانت مقابله كبيره، ريتم كبير ما بين الزوج فريقين، ريتم كبير في البريمير ليج. هذا اللي نحبوا نشوفوه ديما في الدوري الانجليزي الممتاز، عوده كبيره، تعادل. طبعا ما يخدمش اكثر تشيلسي اللي للامانه وبكل صراحه استحق الانتصار نتاعو اليوم كرويا وعن جدارة. لكن بالنسبة لي زاد كانت فما ضربة جزاء لفريق ليفربول اللي كانت مستحقة، لكن ما نحبش نحكي أكثر على التحكيم. عموما يا جماعة خارج جيس نحكي في كلامكم من هكايا. كان عجبكم الفيديو ما نعرفش عليكم اعمل لايك خويا، سبسكرايب، شغل لي جرس تنبيهات، واستناونا في فيديو جديد.